بصي، انت لو ما جربتيش تعملي العكاوي واللحمه بالطريقه دي، اعرفي انك عمرك ما اكلت لحمه طعمها خطير بجد. قبل ما ندخل ونشوف عملناها ازاي، انا ساره احمد. لو اول مره تشوفيني متنسيش تشتركي في القناه وتعملي شير ولايك لو عجبك الفيديو. اول حاجه جبت ميه ورفعتها على النار، واول ما غلت نزلت بالعكاوي، واول بس ما تاخد غلوه هرفعها تاني من على النار. احنا بنديها تشويحه عشان تنزل كل الزفاره في الميه. كده خلاص، اول ما غلت هقوم رافعاها بقى من على النار. شايفين اصلا لون الميه اتغير ازاي؟ كده خلاص بشيلها وبحطها في مصفى. هنا بفرق ان انا حطيتها في مصفى. بنرفعها بقى على مصفى. لو وصلت لحد هنا متنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتقوليلي تحبي اجرب ايه الفيديو الجاي. وننزل بقى بالميه. انا جبت ميه من الحنفيه عادي واديتها شطفه واحده بس بسيطه. شايفين الميه نازله ازاي؟ كده خلاص نجيب بقى الحلة تاني ونرفعها على النار، ننزل بشوية زيت. لو تحبي سمنة زبدة زي ما تحبي. ونزلت بقى باللحمة بعد ما صفيتها. وننزل بقى بالبصل والطماطم. بصلية واحدة وطماطمية واحدة. والتوابل، انتوا زي ما انتوا عارفين انا مش بحب اكتر بهارات في اللحمة. هي بهارات 7 بهارات وفلفل اسود وورق لوري بس. مش بحب بقى المستكة والحاجات دي، بقرف منها. وبعدين بقى بنزل بمية مغلية وبغطي الحلة. هي اخدت معايا نص ساعة. ده تقليبه كده. ونغطي بقى الحلة الضغط ونسيبها بقى براحتها. انا سبتها عشان بحب العكاوي تبقى دايبة، فسبتها نص ساعة. في الوقت ده كان خلاص ما عادش الا 10 دقايق وتخرج. بجيب بصل وبقطعه جوليان او جوانح. وبعد كده جبت 3 بصلات كبار. وبعد كده بنجيب طاجن، صينية، اي حاجة تحبيها. انا جبت صينية ونزلت فيها بالبصل. وجبت عود كده من الشبت والبقدونس وبقطعه. تقطعيه ناعم على قدر الامكان. وهننزل فيه برضو على البصل. واجيب واحدة طماطم واقطعها برضو وانزل عليها. وانزل بقى بالتوابل، بهارات 7 بهارات وفلفل اسود وملح. قلبيهم بقى كويس او تفركيهم بايدك كويس جدا لحد ما يتجانسوا كده مع بعض. كده اللحمة خلاص كده استوت معانا. وبعمل لها تيست كده، لقيتها لا خلاص استوت. طفيت النار و... وطلعتها بقى في الخلطة اللي احنا جهزناها. كده خلاص خلصناها. هندخلها بقى الفرن لمدة 20 دقيقة. كده خلاص نقلبها بقى كلها مع بعض. طعمها بيطلع قسما بالله خطير خطير خطير. لازم تجربوها وتقولوا رأيكم في الكومنتات. هنا بقى دخلتها الفرن وطلعت بقى. شايفين رشيت عليها شوية خضرة من فوق. الطعم مفيش احسن من كده بجد. نغرفها بقى. شايفين دايبة دوب. طلع بقى شوية من الصوص اللي بيبقى جنبها، ده خطير. وبس كده الوصفة خلصت. لو عجبكم الوصفة متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركة. وتكتبيلي تحت تحبي اجرب ايه الوصفة الجاية. مع السلامة.